ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرحلة الثانية، رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام، وكان عمره في ذلك الوقت 25 سنة. وهذه الرحلة خرجها عليه الصلاة والسلام إلى الشام متاجرا بمال خديجة، متاجرا بمال خديجة. قال: في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة على سبيل القراض. على سبيل القراض. القراض يكون منها المال ومنه هو المتاجرة والعمل، فيكون المال منها ومنه هو المتاجرة في المال والمرابحة بالمال، على أن يكون له قدر من الربح. هذا يسمى قراض، ويسمى أيضا المضاربة، يكون منها المال ومنه المتاجرة والعمل. وهذا الأمر وقد كان موجودا في الجاهلية أقره الإسلام، أقره الإسلام، جاء بإقراره الإسلام. وفي كتب الأحكام باب المضاربة، وهي القراض، بحيث يكون من أحد المتضاربين المال ومن الآخر المتاجرة والعمل، وتحريك هذا المال على نسبة معلومة من الربح، كالربع مثلا أو الثلث أو نحو ذلك. قال: فرأى ميسرة ما يبهره من شأنه، أي من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. رأى ميسرة ما يبهره من شأنه، أي من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع فأخبر سيدته أي خديجة بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها، أي عرضت عليه الزواج عن طريق أحد قرابتها، قيل عمها وقيل غير ذلك، فعرضت عليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله له، وفوق ما يخطر ببال بشر، وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، تزوجها وله 25 سنة، وكان لها في ذلك الوقت 40 سنة، أي أنها كانت تكبره ب15 سنة، كانت تكبره ب15 سنة، وكان هذا زواجه الأول، يعني تزوج زواجه الأول من امرأة تكبره ب15 سنة، وبقي لم يتزوج عليها إلى بعد وفاتها، إلى بعد وفاتها رضي الله عنها، وهي توفيت في السنة 10 للهجرة، أي أنه عليه الصلاة والسلام بقي معها زوجة له وحدها، لم يتزوج عليها غيرها 25 سنة، 25 سنة. فلما كان تزوج بها عليه الصلاة والسلام عمره 25 سنة، إلى أن بلغ 50 صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتزوج على هذه المرأة التي تكبره ب15 سنة. وبعد وفاتها، كانت وفاتها في رمضان من السنة 10 للهجرة، كانت وفاتها في رمضان، في شوال تزوج عليه الصلاة والسلام من سودة، يعني بعد وفاة خديجة بقرابة الشهر تزوج من سودة، ثم فيما بعد تزوج عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وكانت خديجة بنت خويلد هي أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ولده منها إلا إبراهيم، كل ولده منها إلا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية، وإلا فكل ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان من خديجة بنت خويلد. ولها خصائص، فمن خصائصها أنها أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدا. ومن خصائصها أن جبريل جاء يحمل إليها السلام،
جاء يحمل إليها السلام والبشارة أيضا بالجنة. ومن خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت، ولها خصائص كثيرة رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين.